السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ النهاردة هنعمل معاكم وصفة جميلة خالص. هنعمل جلاش محشي بسبوسة بطريقة حلوة وشيك للتقديم والعزومات. هنجيب الطاسة، هنحط فيها السمنة ونحط فيها سمية البسبوسة ونقلب على نار هادية علشان ما يتحرقش معانا، مش هيستحمل النار الشديدة دي. واول ما يبتدي ياخد اللون الذهبي هنحط نص كوباية جوز هند. ما نحطش جوز الهند من الاول علشان فيه زيوت ما يستحملش النار، هيتحرق معاكي، فلازم بعد ما يحمر السميد بتاع البسبوسة. وهنضيف كوبايتين لبن، واحدة ورا التانية مش مع بعض، وهنضيف كوباية الا ربع من الشربات او السيرب، ونقلب كل المكونات مع بعض، فهيديكي خليط متجانس، يعني ممكن يتكور معاكي بسهولة علشان ده فيه لبن والشربات بتاعنا زي ما انتم شايفين. هتعملي كور صغيرة وبعد ما خلصنا الكور الصغيرة اللي عملناها من البسبوسة هنفرد ورقتين مع بعض من الجلاش، وهنبتدي نسيب حتة من على الجنب ونتني تانيات زي الكشكشة كده في النص، ونخلي شوية من على الطرف. واهم حاجة التانيات دي اللي احنا عملناها في النص تدهن سمنة كويس، علشان دي اللي هتخلي الفردة بتاعتنا واحنا نلمها تتني معانا بسهولة. زي ما انتم شايفين انا دهنت، وهنقفل الحتة اللي سبناها من قدام والحتة اللي سبناها من ورا على كور البسبوسة. انا حطيت يعني ورقة الجلاش دي اللي انا عملتها الورقتين فوق بعض، فردتهم، حطينا 4 كور من البسبوسة، وهنبتدي نقسم بين التانية واختها في النص بالسكينة زي ما انتم شايفين، وهنقفل كويس، وهنقفل الاطراف زي البونبوني كده لما نشتريه. شايفين؟ هنقفل على الخليط وفي الحاشة كده ندوس عليها عشان تقفل معانا وتدينا الشكل اللي احنا عايزينه. هنوريكم ادينا مرة تانية. جبنا ورقتين فوق بعض من الجلاش، هنسيب حتة ونتني، شايفين؟ وندهن سمنة كويس، لازم تدهني كويس سمنة بين التانيات اللي هي تنيناها دي. وحطينا كور من البسبوسة اهو، الورقة معانا هتاخد 4 من الكور البسبوسة، شايفين؟ هنتني نقفل عليها من كل ناحية اهو، شايفين؟ وهنقسم بالسكين على 4 وهنقفل الاطراف، هندوس عليها. طبعا ان احنا دهنين سمنة كويس هتقفل معانا بسهولة زي ما انتم شايفين اهو. الطريقة دي حلوة وشيك خاص في التقديم، وهتشوفوها في اخر حلقة. هنرص في الصينية ورا بعض. طبعا الصينية دهنينها سمنة، وبعد ما نخلص الكمية كلها هنرش من فوق سمنة، وهندخلها الفرن على نار هادية. واول ما تطلع تسقيها بعصير الشربات اللي عملناه وتغطيها عشان ما تنشفش من فوق، وتقدمي وتزيني